كريمي غني دسم، احلى من بتاع السوبر ماركت مليون مره. والاهم من كل ده ان هو بجد سهل جدا. بجيب اللبن من اللبان مش السوبر ماركت علشان يكون دسم اكتر، برفعه على نار هاديه واقلب فيه لحد ما يوصل لمرحله الغليان، واسيبه يغلي لمده 5 دقايق، مش محتاجه اكتر من كده. هنخليه بعد كده يهدى ونشيل القشره اللي على الوش دي ونسيبه يهدى لحد ما يوصل لمرحله رضعه البيبي. ممكن تختبروه بصباعكم الصغير او لو بالارقام من 45 ل 50 درجه. واجهز الخميره، يستحسن برضو تكون من زبادي من عند لبان مش السوبر ماركت. كل لتر من اللبن يحتاج معلقتين كبار من الزبادي. هدوبهم في شويه لبن وارجعهم على كميه اللبن بتاعتي واديهم بس تقليب. لاني ما بحبش الزبادي الساده، جهزت مربى فراوله، ممكن تحطوها في قعر الطاجن او تعملوا الزبادي ساده وتحطوها على الوش. اهم حاجه لو تحطوها في القعر اغرفوا الزبادي من على ظهر معلقه عشان الشكل ما يتبهدلش. واكتر زبادي بحبه هو الزبادي المستكه. بطحن شويه مستكه مع نص معلقه سكر وادوبهم في اللبن وهو دافي واحطهم في الطواجن برضه. ومش شرط طواجن، ممكن تعملوها في برطمانات ازاز او كوبايات الازاز العاديه. حطيتهم في حمام مائي لان الجو برد جدا، من غير حمام مائي برضه هتظبط بس ممكن تحتاج وقت اكتر. اهم حاجه حطوها في مكان دافي. انا كنت مدفيه الفرن وطبعا قفلت الشعله، فتحت عليها كمان 4 ساعات وكانت طالعه متماسكه جدا زي ما انتم شايفين. حبيت اوريكم الزبادي كريمي جدا. ميكس المستكه بالعسل ده خطير، لازم بجد تجربوه. بتعامل معاه كانه تحليه. جربت برضو ان انا اعمل الزبادي ده خميره بدل ما اجيب زبادي من عند اللبان، بس ما ادانيش النتيجه اللي انا كنت عايزاها. بس اعتمدت جدا في زبادو احلى مليون مره من اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت. وبس كده.